لو فاتك اللي حصل في الكوره الكام ساعه اللي فاتوا دول الدمار، خليني اقولهم لك في 3 ثواني. اول حاجه خليني اقول لك ان ارسنال خسرت من بورنموث 2-1، وبتخلي فيه شويه سسبنس في الدوري، ما ياخدوش بسهوله كده. بس السيتي فرصته مش سهله. السيتي فيه 9 بوينت فرق. بس خليني اقول لك ان في ماتشين اقل للسيتي، فالسيتي قدامه 6 بوينتس. 6 بوينتس دول بقى من مين؟ من تشيلسي ومن ارسنال ذات نفسها، فالموضوع مش هيبقى سهل. هنشوف بكره طبعا ماتش تشيلسي، وماتش السيتي هيكون يوم الاحد. طبعا ارتيتا مش قادر يثبت لغايه دلوقتي ان هو مدرب بطولات. هو بنى فرقه قويه جدا، لكن مش قادر يثبت ان هو قادر كل ماتش كبطوله وياخد البطوله بكل سهوله، خاصه في تعثر السيتي. تاني حاجة حصلت النهاردة ان بيراميدز اتعادل 1-1 مع المصري في ماتش الشوط تاني مجنون بمعنى كلمة مجنون. اول لما المصري قدر ان هو يجيب الجون الاول، بيراميدز راح واخد كمان طرد لحامد حمدان، اللي الزمالك هيستفاد جامد جدا بطرده مش هيلعب ماتش الزمالك. لكن بيراميدز قدر ان هو في الدقيقه 90 يجيب الجون، وفي الدقيقه 98 يجي له ضربه جزاء، لان كان في 10 دقائق وقت بدل ضايع. ومع ضربه الجزاء يخش ابني وحبيب قلبي، حبيب قلبي مروان حمدي اللي يضيعها، ويخلي الزمالك والاهلي يستفيدوا بتعادل بيراميدز. فهنشوف الدوري ده هيرسى على ايه والدوري ده هيرسى على ايه، ولسه الاهلي هيلعب دلوقتي، وخلينا نشوف